شوفوها. أكثر البنات قالوا شلون. يا مساء الخير ومساء العافية ومساء السعادة على أحلى متابعين. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا رب كلكم تكونون بخير وصحة وعافية إن شاء الله. طبعا اليوم بنات حابة أعترف لكم اعتراف خطير، اعتراف بخيانة وياكم بصراحة. طبعا هنا سويت داطلي طريقته كلش سهلة وكلش طيب، بس ما يعني صورته لأن والله بنات يعني على السريع سويته. فهنا تنغصت لكم الداطلي هذا الطيب واللي يجنن واللي مقسب وأطيب من اللي تشتروه من برا بصراحة. فسويت الطريقة هذه على السريع بنات ثاني مرة، فقلت خل أنزلها للبنات. طريقته كلش سهلة بنات، يعني حتى ما يحتاج يعني أصوره وأنزل لكم، بس مجرد بالكلام راح تعرفوه. الكل قلاص ماي بنات تضيفون قلاص من الطحين. أول شي تضيفين قلاصين، أنا سويت قلاصين مي ضفتهم بالجدرية وخليتهم على النار، وضفت وياهم تقريبا خاشوقة من الشيرة اللي سويتها، وضفت نكهة، ضفت نكهة الكراميل بنات طلع طعمه يجنن. نكهة الكراميل تريدين تضيفين وياه فانيلا براحتك اللي متوفر عندك، بس أنا بنات ضفت نكهة الكراميل، لا غير الداطلي تغيير جذري يعني كلش طيب صار. وورا ما يفور المي ذبيت الطحين وبعدين عجنته إلى أن صارت عجينة يعني ملسة بإيدي كلش حلوة. شكلتها بهذه الفورمة مالت الكريم. اكو فورمات مادات تصير اكبر من هاي الفورمة بنات، بس أنا اللي متواجد عندي سويته. بس هم هذه الطريقة يعني كلش ناجحة، حتى شكلها طلع يعني شوفوا مثل شكل الداطلي، وحتى سعرها يعني مناسب. تلقوها هاي محلات الحاجة بألف. أنا العام أخذت وحدة بس انكسرت، فهسه ما عندي. شكلتها بهاي الفورمة مال الكريمة. أكبر فورمة عندك مال كريمة سويها يعني عادي، وسعرها قلت لكم مناسب الوحدة بألف. فشكلتها مثل ما تشوفون. راح تقولون يصير نخليها بالكيس الحلواني ونسوي؟ لا بنات ما تتحمل، لأن العجينة شوية قوية فينشق عندك الكيس الحلواني إذا تسويها بيه. أنا أقصد الكيس الحلواني اللي يصير مال الكريم هذا الشفاف. هنا بنات أول طريقة التقلاه، أول ما يحمى الزيت ضيفي هذا القطع مال الداطلي. ليش بنات؟ حتى يبقى محافظ على شكله وما تكبر عندك الداطلية ويعني وتنفجر. فأول ما يحمى الزيت انت ضيفي كمية من الداطل اللي شكلتيه، وبعدين خلي النار على وسط، مو كلش عالية ومو كلش ناصية. فطريقة العجينة بنات كلش سهلة، قلت لكم الكل قلاص مي قلاص طحين، المي تفوريه وبعدين تضيفين الطحين. بالنسبة للشيرة أو القطر ما تتشكر ومضبوطة 100%. إنه من تخلين المي والشكر لا تخلطيه، يعني لا تخوطيه هيك بالخاشوقة مباشرة، خليه على النار، والنار تكون مو كلش عالية ويقوم يطفر يعني يفور، يعني النار وسط. وتضيفين رشة من الليمندوزي حتى ما تشكر عندك الشيرة. والنكهات طبعا تحبين تضيفين هيل، تحبين تضيفين نكهات انتي يعني اللي تحبيها، هاي بعد انتي وحسب رغبتك. واكيد الشيرة لازم تكون شوية ثخينة مال الحلويات بنات. فهنا المقادير مالت الشيرة خليت قلاص ونص من الشكر وقلاصين من المي، يعني هذه سوت لي الشيرة او القطر صار يعني قوامها كلش يعني مو كلش ثخين يعني وسط. فهنا مثل ما تشوفون أكيد من نقلد داطلي نضيفه بالشيرة لازم الشيرة تكون مالتنا باردة، يعني بحرارة المطبخ مو حارة. وشوفوا لي مالت الداخل مال الداطلي بنات لا عجين أكو. الحلو بهذا الداطلي بنات ما يتشرب هواية شيرة. شايفين أكو داطلي من تجيبيه من برا عبارة عن يعني الداطلية تاكليها تقوم تخور منا ومنايا الشيرة مالتها. أنا بصراحة ما أحب هيجي داطلي، أحبه يكون هيجي ناشف يعني. وهذا شكله شوفوا بنات عبالك مسويته بفورمة مال داطلي بقالب. والله بنات جربوه كلش طيب. أنا اعتبرت هذا خيانة مني إلكم بصراحة، فقلت لازم أنزل الطريقة مالته وخلي البنات يعرفوا. إذا ما افتهمتوا للطريقة بنات أنا مستعدة أنزل لكم إياها مرة الثانية
ويعني خطوة خطوة، بس هو والله ما يراد له شي، يعني بالكلام يصير بيدك ناجح. هسه بنات الكبة اللي سويتها وياكم ولفيتها بالطحين، اويلي ايش قد جتني رسايل وتعليقات ومصوف شلون تلفين الكبة بالطحين وما تسلقيها، يعني مباشرة ضميها بالفريز. بنات هاي قدامكم اني راح اسويها وانتوا احكموا. فقلت لكم اني الشي اذا ما مجربته ما انزله لكم نهائيا. هنا سويت سوب اصفر، احنا نحبها صفرة ما نحبها حمرة، اكثر شي اسويها صفرة. حمسة بصل على حمسة البهارات ويا البصل، يعني ايش عندك بهارات تحبيها ضيفي. خليت يعني ايش خليت بنات، خليت كركم وكاري وفلفل اسود وماجي، كلها حمستها. وبعدين ضفت المي. اول ما يفور المي او السوب هذا ضفت الكبة مثل ما تشوفون بنات ضفتها، والسوب حار يعني ديفور. وهاي قدامكم لا انفتحات ولا مثلا لزقت بقاع الجدر. وهنايا شلون تعرفين الكوباية استوت؟ من تطفى، يعني تطفوا اللي فوق الجدر او فوق المرق او السوب، نشوف هي هيك طلعت يعني اللي فوق، هاي معناها الكبة مالتك استوت. لا تخليها بالمي تفور هواية، والله شنو يصير لينة. بالعكس بنات الكبة كل ما تفور كل ما تصير عندك قوية، فلا تخليها تفور هواية. مجرد تشوفيها ارتفعت بهالشكل معناها استوت. شوفوا الخفة مالتها بنات، يعني أنا بعدني ما مطفية الجدر وشوفوها شلون خفيفة، يعني كلش الكفر مالتها عبالة قشر مال بصل. طبعا أنا منزلة طريقة مال كبة الجريش تلقوهن، راح أخلي لكم إياها بصندوق الوصف. وهنا بنات طريقة الطرش اللي سويته وياكم وقلت لكم راح انزل لكم النتيجة مالته. طبعا هاي ورا 3 ايام صار بهالشكل هذا مستوي وكلش طيب بنات، حموضته ملوحته تجنن بنات. انا كلش احب هذا طريقة هذا الطرش بالذات. وهسه بنات انتهى الفيديو مالتنا، اتمنى اذا عجبكم ما تبخلون علي باللايك، واشوفكم بفيديو ثاني.